بعض من يدعون إلى الله ويدعون إلى الإسلام لا يعرفون حقيقة الإسلام، ولو سألتهم ما هو الإسلام ما أجابوك بجواب صحيح، لأنهم لم يتعلموا ما هو الإسلام، لم يدرسوا العقيدة دراسة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة، وإنما يظنون أن الإسلام هو ما عليه الناس ولو كان مخالفا لما شرعه الله، نتيجة الجهل. وهذا الإسلام لأهميته ووجوب تعليمه للناس جاء جبريل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه، جلوس طالب العلم بين المعلم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الحاضرون فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قام وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه. فخرجوا فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أنه لا بد أن يتعلم الإنسان هذا الدين وأن يدخل فيه على بصيرة وأن يقوم به على الوجه المطلوب حتى يكون مسلما حقا، لا مسلما مقلدا أو مدعيا. نتق الله في ديننا، وذلك بأن نعرفه ونعمل به ونترك ما ينهانا عنه، فإنه نجاتنا وصلاحنا وفلاحنا وحصيلتنا من هذه الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمسكوا بهذا الدين إلى أن يأتيكم الموت وتموتون عليه، تلقون الله جل وعلا به. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بملازمة هذا الدين والعمل به وترك ما يضره أو ينافيه طول حياة الإنسان حتى يوافيه الأجل وهو على الإسلام. فمن مات على الإسلام دخل الجنة، ومن مات على الكفر والشرك دخل النار، ومن مات على الإسلام وعنده معاصي مخالفات من الكبائر التي دون الشرك فإنه معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يخرج من النار بعد التعذيب ويدخل الجنة. هذا هو الإسلام يا عباد الله، فلنعرفه ولندرسه ولنتمسك به.